ابوي على كيفك ابوي فدوى الله يخليك الله يخليك على كيفك ابوي الله يخليك. ليش هيك مربطني وتدق علي؟ اين حقوق الانسان؟ اين منظمه يوسف سيف؟ اليونس سيف قلبتها سويتها يوسف سيف، تبقى طول عمرك ما تفتهم ما تفتهم. على كيفك ابوي الله يخليك. انت مو ابوي، ما بقلبك ابوبه. اريد الفيفا. اين الفيفا؟ جيب لي الفيفا. الفيفا شعنيها غير تلعبت بي يا طابه. صدق كذب يا رجال. يما لحقيني. ايش سويت بابنك؟ وخري من قدامي لا يجيك حسام. وخري. شنو انت؟ ما حد يوقف بوجهك. لحقيني يما لحقيني. شوفي ايش سوى فيها يما. شوفي ليش كذي؟ ليش حرام عليك؟ شوفي سوى فيها. اين حقوق الطفل؟ اين الكبه؟ يا كبا يما. هاي البارة تعشينا بيها مو بكره من عادها. بيك بخت. ساعد بخته. بدا برنامجي اللي متعود اتابعه. يلا فاصل ونواصل. شوفي يما ايش سوى فيها. مربطني ويدق علي. شوف لبسيني حجابي. يا حجاب يما. حجابي الحاجز يما غير طايحه من الدق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. راح يكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن قانون العنف الأسري اللي هو بيه جدل بين السياسيين والمجتمع نفسه. وطبعا عندنا حالات كثيرة صارت بالعراق وخصوصا بزمن كورونا. باع هذا البطران يا قانون، وعلى اساس العراق كل شيء متوفر به، وهسه جايبين لنا القانون للبيت. هسه شلون ما نأدب جهالنا؟ وقف لا تخبط حجي. اكو فرق بين قانون العنف الأسري مع الملاحظات اللي عليه والجدل والمفروض يكافحه، وبين التأديب الأسري. هسه على واعي التأديب، على واعي يا معود. شوف هسه مالي تشريف. هاي شنو؟ انت شلون تربط ابنك بهاي الطريقة؟ يابا وانت شعليك ابني وعجبه. هذا مو تأديب حجي. التأديب موجود بالقانون العراقي بزمن الستينات، بس جاي يشوف قبالي هذا عنف. اوقف يعني بهذا القانون ترجون تلغون سيطرة الاب؟ القانون ما له علاقة بالاب. ممكن الاخ الكبير يضرب اخوه او اخته، ممكن الزوج يضرب زوجته، والزوجة من حرقة قلبها تضرب ابنها. انت من ورا حكيك هذا راح تطلع عيون نسواننا وجهالنا بحجة العنف الأسري، وانت تتوقع اذا هذا القانون صار وتنفذ راح يحمي الأسرة؟ لا اقدر اقول لك ايه ولا اقدر اقول لك لا حجي. اللي يحمي الأسرة هي الأسرة نفسها بوعيها، وبالدرجة الثانية نظام البلد ككل وقوانينه.